وفيا اليوم غنكتشفوا الشخص الثاني واللي تم الاعتقال ديالو بخصوص قضية محمد راعي الغنم. وهذا الشخص هذا اللي الاسم ديالو عبد الرحمن، وهذا الشخص هذا مسلم الاوفياء اللي حاول انه يتم التوريط ديالو من طرف اخ مول الفيرما، واللي اكيد انه حاول يكشف بعض المعطيات اللي هي خطيره جدا. اذا مسلم الاوفياء، فهاد الحلقه هذه اول مره غنكشفوا الاسم ديال هذا الشخص هذا، واكيد انه هذا الشخص هذا مسلم الاوفياء اللي حاول انه يساعد او لا يقدم يد المساعده للاخ ديال مول الفيرما. وهذا عبد الرحمن مسلم الاوفياء اكيد انه من العائله ديال الاخ مول الفيرما، واللي اكيد انه مسلم الاوفياء كان حتى هو معاه، واللي كان ساعدوا ديك الليله، وكيفاش حتى وقفوا دوك العمده اللي توفى فيهم محمد الله يرحمه ويوسع عليه. حاول انه يكشف عده معطيات، ولهذا ان مسلم الاوفياء فاكيد ان راه قلت لكم كاين تورطات جديده ومازال غادي نكشفوهم في هذه الحلقه هذه. فمسلم الاوفياء واحد النقطه اللي غادي نوجهوا التضامن ديالنا مع الام، لانها توفوا ليها واحد 4 ديال النعيجات. اكيد انه فاقت في الصباح لقاتهم متوفيين. فالام اكيد انها شكات ربما انه شي واحد كان دخل ليها للتزريبه ديالها من بعد ما تعرضت للتهديد. فلهذا انني كنقول الله ياخذ الحق اللي كيحاول انه يطول او لا يتجرأ انه يستفز هذه المراه هذه اللي شافوها انها شافوها قرب وحده في المنزل، وحاولوا انهم يتعدوا عليها. لا حول ولا قوه الا بالله. فعدد كثير ديال الناس تبعوا القضيه ديال محمد راعي الغنم، والحمد لله تفاهمنا الوضعيه، وعرفنا بان الوفاه ديال محمد راه ما صفاهاش راسو. والحمد لله لقينا التضامن ديال المغاربه داخل وخارج ارض الوطن باش اننا نبينوا الحقيقه ديال محمد راعي الغنم. فلهذا انه الحمد لله بداو اجراءات وتحقيقات، وحاول انه تم اعاده الملف في الاجراءات كامله. والحمد لله انهم حصلوا على العناصر هادو، وهاد العناصر مسلم الاوفياء اللي اكيد انه ما كانش معطيه لهم الشكوك، لان الشكوك كانت معطيه لعدد كثير ديال الاشخاص، وخصوصا انهم الاشخاص اللي كان كيسرح معاهم دوك الغنيمات. راه الشباب اللي كانوا كيسرح معاهم الغنيمات راه تم الاعتقال ديالهم كاملين، 4 ديال الاشخاص، وكامل دازوا في التحقيقات، وكامل انهم بحثوهم، وكل شيء كان كيقول انه هاد العناصر هما السبب ديال محمد. ولكن الحمد لله، الحمد لله بتدخل السلطات، والحمد لله ملي كانوا المغاربه كيساندوا وكيبارطاجيو وكيوصلوا الصوت ديال الام بعد ما شافوها انها كتبكي وكتقول فينك محمد، فينك محمد ولدي، لا حول ولا قوه الا بالله. فهادو هما المغاربه الاحرار بعد ما ان نقدموا يد المساعده ونوصلوا صوتنا. الام كتحس بواحد الارتياح، الام تحس بان المغاربه راه كانوا واقفين معها بعد ما ان وصلتها الخبر بان هاد الاشخاص تم الاعتقال ديالهم بعد ما انهم كانوا مشبوهين، ولكن راه ما كانش كتظن ان هما غيديروا هاد الشيء هذا. لا حول ولا قوه الا بالله. فلهذا ان متابع الانفياء تم الاعتقال ديال هذا الشخص هذا من بعد ما حاولت الابحاث بدقه، وبداو كيحاولوا انهم يعرفوا من هو السبب. هو ان محمد مسلم الاوفياء اكيد ان راه الام كانت كشفت الحقيقه ديالو ان السبب ديال محمد هو دوك الغنيمات اللي كان كيمشي يرعاهم. فلهذا انهم كانوا دائما كيتحيلفوا عليه، ودائما انهم كيقولوا واش نهار غادي نصفيو عليك. فمن بعد ما داروا تشريح مسلم الاوفياء كيلقاو واحد الضربه على المستوى الراس ديال محمد. واش هي السبب؟ الله اعلم. فمحمد متابع الاوفياء كانت على يد هاد الاشخاص، واكيد اننا متابع الاوفياء عرفنا بان داك الشخص راه مظلوم، راه مازال صغير عباد الله، راه مهما دار اي شيء من الاشياء ما خصوش انه يقوموا بهذه الافعال اللي هي خلات عدد كثير ديال الناس انهم كيقولوا لا حول ولا قوه الا بالله. والله اخوتي المغاربه الا ما شيء مؤلم
الا مشينا عند هذا الشخص هذا اللي صفاها محمد، ومشينا وحاولنا اننا نصفيوها واحد من الاخ ديالو ولا الابن ديالو، واش غيحس ولا ما غاديش يحس؟ اكيد انك غتقول لي غيحس، ولكن ما حاولش انه يحس بهذه الام هذه، ما حاولش انه يقول راه الام معتمده على ذاك الوليد وهو اللي عندها وحاط الراس على هذا الوليد هذا، وفي الاخير انهم حاول ان يصفيها لي بهذه الطريقه هذه بكل بروده النفس. ولكن راه والله خوتي المغاربه لما بيدكم نتوما، راه اللي كتستمع ليا اولا انت، راه التضامن ديالكم والتآزر مع الام هذه هي اللي خلاتنا اننا نوصلوا لهاد العناصر هادو. فهادو اولاد الاشخاص اكيد اننا حنا بغينا لهم اقصى عقوبه. علاش؟ لانهم خصهم يبقاو عبره دوك الناس اللي كيقوموا بحال هاد الاعمال هادي، وهذا الشيء هذا راه ما كيشرفناش، وهذا الشيء هذا اكيد انه خصهم ينالوا العقوبه ديالهم باش انهم ياخذوا الجزاء ديال داك الشيء اللي كانوا كيديروا. وراه اكيد ان متهم الاوفياء عرفت بان المغاربه كاملين كانوا باغيين على هذا الشخص هذا او هاد الاشخاص هادو اللي قاموا بالوفاه ديال محمد. وفي الاخير انهم هما اللي كيقولوا راه محمد صفاه راسو، والحمد لله والله خوتي المغاربه الحمد لله. وراه دائما كنقولها، راه الروح عزيزه عند الله، وشحال من واحد مسلم الاوفياء والله خوتي المغاربه شحال من واحد انه صفاه الروح. ربما انكم تبعتوا واحد القصه ديال مارتيل اللي كانت ديك السيده صفتها الراجل ديالها ودفنته يعني في الكراج، ودازت سنوات وسنوات، وفي الاخير انهم كيلقاو ان الزوج مدفون داخل المنزل. شنو غتقول على هذه القضيه هذه؟ شنو غتقول على هذه القصه هذه اللي مروعه ومؤلمه؟ لانها الروح دائما كنقول لكم راه عزيزه عند الله. راه مهما دار الانسان ومهما خبى الانسان ومهما انه واخا يعني النفس ديالو كتبقى تحاسبه، حتى واحد النهار كتبان الحقيقه. فلهذا انا المتابع الاوفياء ما زلنا نتضامن، ما زلنا نتآزر، لاننا عده معطيات وعده اشياء اللي باقا غتظهر. لان هاد الاشخاص هادو راه كشفوا على راسهم بعض الاشخاص في العائله وقاموا بالتستر ديالهم، وهاد الناس هادو تا هما غيتابعوا قضائيا لانهم ما بلغوش بهذا الشخص اللي قام بهذا الشيء هذا. فكاينه تورطات كبيره وكبيره جدا في قضيه محمد راعي الغنم. فلهذا انني كنشكركم مستمعوا